صباح الخير. النهارده بقى هعمل معاكم أكلة سهلة وسريعة جدا. هنعمل شوية رز مبهر كده خطير، جنبه بقى دبابيس فراخ مشوية، حاجة كده فظيعة. هتعتمدوا الطريقة على طول، خاصة ان هي ما فيهاش اي بهدلة ولا مواعين كتير. يلا بينا. اول حاجة معايا هنا كيلو من الدبابيس. تقدري تستخدمي بقى دبابيس وراك فرخة كاملة، الوصفة دي بجد رهيبة. هنمسك بقى الدبابيس بتاعتي، والسر ان احنا هنفتحها بقى كويس جدا. اهم حاجة بس تخلوا اللحم بتاع الدبوس ماسك في العظم. هنفتح كل الدبابيس عندي بالطريقه دي، ما عدا بس دبوسين. ابني بس مش بيحب الدبابيس مفتوحه قوي، فهم هنعمل كل الدبابيس كده ما عدا بس دبوسين. زي ما انتم شايفين كده. الطريقه ان احنا بقى نفتح الدبابيس دي بتخليكي ان انت لما بتجهزي الخلطه بتاعه الفراخ يا دوب تقعد فيها نص ساعه وتدخليها في الفرن، واكنك متبلاها قبلها بيومين ثلاثه، بجد طعمها خطير. التتبيله بقى عباره عن ايه؟ نص كوبايه من اللبن، هننزل عليها بمعلقه كبيره من الخل. ممكن نستبدل اللبن والخل بكوبايه زبادي. معايا بقى عصير ليمونيه. هننزل بقى بفص توم مفروم مهم جدا، بيدي نكهه فظيعه. البهارات بتاعتنا هنا عباره عن زعتر وكزبره وزنجبيل وفلفل اسود، وكمان معايا كركم وبابريكا وبهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر وملح، بس كده. كل حاجة مكتوبة قدامكم على الشاشة. هنقلب كويس جدا. ومعايا معلقة كبيرة من الصويا صوص الغامق، بتدي طعم رهيب بتبقى حلوة قوي. وكمان معلقة عسل نحل، نقدر نستبدلها بدبس رمان عادي جدا. دلوقتي بقى هنزل بالتتبيلة دي على الفراخ بتاعتي. عايزه اقول لكم سهله قوي قوي. الطعم بتاع الفراخ هيبقى اقرب جدا للفراخ الشويه بتاعت المحلات السوري، هو نفس الطعم. بتلاقي الفراخ كده حلوه قوي، مشويه وفي نفس الوقت دايبه، بتبقى خطيره بجد. هقلب بقى الفراخ بتاعتي في الصوص كويس، وهركنها بس نص ساعه. دلوقتي بقى لو انتم مستعجلين زي كده، هنقفلها بورق زبده وورق فويل، وهندخلها على درجه حراره 200. هتقعد ساعه الا ربع، وبعد كده هنشيل ورق الفويل ونسيبها لمده ربع ساعه تحت الشوايه. لو مش مستعجلين هندخلها من غير ما نغطيها، هتقعد ساعة ونص وهتتحمر لوحدها. الرز المبهر بقى زيت وزبدة وبصلاية صغيرة متقطعة مكعبات، وهننزل بورق لورا وحبهان وقرفة وقرنفل. والبهارات بقى ملح وفلفل اسود وسبع بهارات وتوم باودر وبصل باودر ونص مكعب من مرقة الفراخ. هنشوح البهارات كويس جدا، وننزل بكوبايتين ونص من الرز، معاهم فص توم مفروم ومعلقة صغيرة من الكركم، بس كده. هنشوح الرز بتاعي لمدة 10 دقايق، وبعد كده اكون مجهزة مية مغلية. اهم حاجة يغلي الرز، نوطي النار عليه، هتاكلوا احلى رز مفلفل. نقدر نستخدم بدل الرز المصري العادي رز بسمتي. وبس كده، أكلة سهلة وسريعة بجد، أنا بعملها ساعة ونص بيكون الأكل جاهز. أكنك عاملة أكلة بقى متبلة الفراخ قبلها بيومين تلاتة، بتبقى خطيرة. تقدروا طبعا الفراخ دي تتبلوها وتحطوها في الفريزر، بس نقلل كمية البهارات. عايزه اقول لكم بقى اهم حاجه، الصوص اللي بينزل من الفراخ ده بجد فظيع، طعمه حلو قوي جنب الاكل. تقدروا تحمروا بطاطسايه صغيره مكعبات، وقبل ما تشغلوا الشوايه على الفراخ بتاعتكم، تحطوا البطاطس وتقلبوها كده تقليبه بسيطه تاخد من الصوص، ونشغل الشوايه ونكمل باقي الخطوات عادي. بتبقى البطاطس طعمها معسل وحلوه جدا. دلوقتي بقى انا هحط الصوص بتاعي ده في طبق، لانه بيبقى جنب الرز طعمه خطير. شايفين الدبابيس متحمرة، طعمها حلو جدا، ريحة الشوي فيها فظيعة. عملت جنبها بقى شوية سلطة طحينة. يا رب بقى الفيديو بتاع النهاردة يكون سهل وخفيف كده على قلبكم. وزي ما قلت لكم هعمل كل حاجة معاكم سهلة وسريعة. لو لسه مكملين الفيديو، بجد شكرا جدا على دعمكم ليا. واستنوا بقى فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. مع السلامة.